لو حابب تزرع المانجا من البذور فانت تابع الفيديو ده. هقولك على طريقة واحدة والوقت المناسب لتزرع فيه المانجا من البذور. اول طريقة احنا مع اول معلومة ان احنا هنبدأ نقولها، ان انت لازم تسيب البذور لمدة 24 ساعة في المية متواصلات بدون شمس علشان البذور تساعد على الانبات يكون اسرع. طبعا بالنسبة الى المواعيد الزراعة فهو من اول شهر 7 لحد شهر 9 تقدر تزرع المانجا من البذور، او تقدر تزرع ايتها فواكه من البذور في الشهر اللي احنا فيه ده. ليه؟ علشان بتكون فيه الرطوبة زايدة، فايه بينبت معاك بشكل سريع بالشكل اللي انتم شايفينه ده. علشان تنجح معاك الطريقة فانت لازم زي ما قلنا تضيفها في المية لمدة 24 ساعة، وتخرج البذور اللي هي تخرج البذرة الجنين، يعني اللي هو بيبقى فيه الزراعة بدون ما تخدشه ايتها خدش ولا تجرحه علشان ما يعملش تعفن جدري في التربة. وانا دلوقتي جايب 3 بذور هنزرعهم مع بعضينا في الجزايز وهنشوف انتاجهم، وبعد كده ان شاء الله هنشوف ازاي انت تقدر تطعمهم في المنزل. صلى على النبي، ازرع فوق سطح بيتك جميع الفواكه. ويلا بينا نشوف الطريقة تبقى معانا عاملة ازاي في الزراعة. صلى على النبي. وهنا كده طلعنا ال3 بذور بخير وسلامة، ما خدشتهمش ايتها خدش. طبعا المية اللي احنا سايبينها فيها ساعدت معانا طبعا. وهقول لك المية اللي انت تبقى سايبها فيها المدة دي كلها هقول لك تعمل بيها ايه. طبعا احنا دلوقتي بنبدأ نعبي القصيص بتاعنا او اي حاجة انت تزرع فيه، لازم أن يكون تعمل له تصريف مية من تحت علشان يصرف المية الزايدة علشان ما يعفنش التربة. ولازم أن تكون التربة طين مع رمل، مش رمل فقط او تكون طين فقط، لا لازم أن تكون طين مع رمل خلطهم هما الاتنين مع بعض. وبعد كده بنبدأ نجيب البذرة وبنحطها على الجنب اللي هو بيبقى يعني منبت معانا سنة هيبقى باين، ونبدأ نحطه من فوق. وبعد كده بنبدأ نضيف تربة. صلى على النبي. طبعا ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد. خلاص داخلين على 1000 متابع ان شاء الله. وبالشكل اللي انتم شايفينه ده انا دلوقتي ببدأ اني اضيف التربة. طبعا التربة خفيفة بعد ما حطينا البذرة، يعني مش هنكتر رمل. وبعد كده بنبدأ نعبي القصيص التاني. طبعا اسهل حاجة لو انت مبتدئ في الزراعة في المنزل زي انا كده، زي حالاتنا كده، فانت احسن لك بدل ما تروح تشتري قصيص وتكلف نفسك ازرع في شكاير مثلا. لو عاوز الطريقة هبعت لك الرابط، اكتب تامو وهبعت لك الرابط في اول تعليق. وبرضو احسن طريقة برضو ان انت تزرع في الكياس او في الجزايز اللي انت شايفها دي، علشان ما تروحش تشتري اكياس من بره وتغرم نفسك فلوس على الفاضي. انت ليه انت ازرع في الجزايز اللي انتم شايفينها دي بتاعة المية المعدنية وبراحتك برضو. بالشكل اللي انتم شايفينه ده انا كده بدأت ان زرعت اول 2 وببدأ ازرع ان في اخر واحدة لازم تسقي بالمية، تروي او الروية بالمية اللي انت هتبقى سايبهم فيها المدة اللي انت تسيبهم فيها مثلا 24 ساعة. المية اللي انت تبدأ سايبها فيها لازم تروي بيها اول مرة، لازم كده علشان بتساعد على عملية الانبات. ولسه طبعا ايه البذرة بتاعتنا ما خدتش على المية الجديدة. طبعا زي ما قلنا بنزرع البذرة ونخلي وشها لفوق. طبعا اخر جزازة معانا انا دلوقتي ببدأ اني ارويها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ولازم تسيبهم في مكان يكون مش معرض الى الشمس.